في ساعات الصباح الأولى استفاقت ولاية عنابة على وقع خبر صادم هز مشاعر السكان وأثار حالة من الذهول والقلق بعد العثور على شاب جثة هامدة داخل مسكنه بإقامة إيدوغ، وذلك بعد نحو نصف ساعة فقط من دخوله المنزل في ظروف غامضة لا تزال تفاصيلها غير واضحة حتى الآن. الواقعة سرعان ما انتشرت بين المواطنين وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن حزنهم وصدمتهم من هذا الرحيل المفاجئ، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث في فترة زمنية متقاربة. وتأتي هذه الفاجعة بعد أيام قليلة فقط من حادثة وفاة الشاب رشيد حيرش، التي كانت قد خلفت موجة واسعة من التفاعل والغضب عبر مختلف أنحاء البلاد، ما زاد من حساسية الرأي العام تجاه مثل هذه القضايا. وبحسب المعطيات الأولية، فقد باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد الأسباب الحقيقية وراء هذه الوفاة المفاجئة، في انتظار نتائج رسمية قد تضع حداً لحالة الغموض التي تحيط بالقضية. في سياق متصل، يرى مختصون في علم النفس أن بعض المؤثرات العقلية والسلوكيات الخطرة أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً لفئة الشباب، نظراً لما قد تسببه من اضطرابات في التفكير وفقدان القدرة على التحكم في التصرفات، وهو ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى نهايات مأساوية وغير متوقعة. هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة دعوات متجددة لضرورة تكثيف حملات التوعية وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في حماية الشباب، إلى جانب أهمية المتابعة النفسية والتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد استقرارهم وسلامتهم. وبين الحزن والترقب، تبقى الحقيقة الكاملة رهينة ما ستكشف عنه التحقيقات في الأيام القادمة.